اللي قاعد يحدث باختصار انه خرجت ميليشيات مسلحة في الساحل السوري وقاعدين يحاولون يجهضون نجاح الثورة السورية. من خلف هذه الميليشيات فلول النظام السابق، ويبدو ان في دراهم من دولة عربية قاعدة تدعمها. اي احد كان يدعم النظام السابق. ايضا يبدو ان هناك ايادي اسرائيلية خلف الموضوع. هذه الميليشيات همها مش وطني ابدا، يعني عادي عندها سوريا تتفتت تتقسم، همهم ينتصرون ويحققون مكاسب شخصية لهم فقط. راح تفشل، وراح أقول لك ليش راح تفشل. ليش التحركات العسكرية راح تفشل؟ راح تفشل لأن الثورة السورية انتصرت بالقوة، انتصرت بالبندقية، يعني ما خرجوا في الشارع وقالوا سلمية سلمية، لا انتصروا بالقوة، يعني زي ما يقولون أخذوها بذراعهم. هذه النقطة الأولى والمهمة جدا. النقطة الثانية لأن الدولة السورية الحالية اللي هي نتيجة للثورة السورية خلفها ظهر قوي، خلفها تركيا، وتركيا تدرك أن أي عدم استقرار في سوريا يعني عدم استقرار في تركيا، والعكس، أي استقرار في سوريا يعني استقرار في تركيا. فستنزل بكامل ثقلها العسكري والاقتصادي لدعم الاستقرار في سوريا. ثلاثة، واللي في أعتقد أنه أهم شيء، الشعب السوري دفع من دم ومن أرواح ومن أموال ومن يعني دفعوا ثمن غالي جدا حتى تنتصر الثورة. شهداء، لاجئين، مهجرين، معتقلين، دفعوا أثمان غالية. أي استثمار في الثورات المضادة راح يبوء بالفشل، وخصوصا في سوريا. يعني تخيل أنك أنت تقف ضد رغبة ملايين من الناس اللي خسروا أموالهم، أرواحهم، دماؤهم، كل عائلة فيها إما شهيد، إما واحد كان معتقل وخرج من السجن، إما حي إما خرج من السجن ميت. فأنت قاعد تحاول تقف ضد رغبة ملايين من الناس من هذا النوعية. فأي استثمار راح يبوء بالفشل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أتمنى رغبة، يعني أتمنى أن السعودية مش مع التحركات اللي صارت في سوريا. أتمنى، وهذا اللي يبدو، أتمنى أن السعودية ما تقف موقف المتفرج. أتمنى أنها تدعم استقرار سوريا. يعني تدري اللي يقول يا رب ما يقفون في الطرف الخاطئ على الأقل في هذه المرة.